هنعمل مسقعة من غير ما نقلي وهتكون خفيفة. تعالوا نشوف المقادير. المقادير هنا معانا بتنجان وفلفل الوان وبطاطس، والسر هنا المكون صلصة جاهزة، مش هنعصر طماطم ولا هنضرب في الخلاط. هنقطع الفلفل والكمية اللي انت تحبيها. نقطع معانا لغاية ما نخلص الكمية بتاعتنا. والبتنجان هتبقى نفس التقطيع، حلقات كده ما تكونش كبيرة، ممكن نقطع الواحدة 2 كده. هنقطع البطاطس حلقات. وفي حلة على النار هنعمل الصلصة بتاعة المسقعة. زيت نباتي وفصين توم مفرومين، واقلبهم. وهنا هنزل عليهم بالصلصة الجاهزة. انا هنا حاطة نص البرطمان صلصة جاهزة، انت حسب الكمية. والتوابل اللي هي معلقة سكر وملح وفلفل وكمون وكزبرة وشطة حسب الرغبة. وانزل عليها بكوبايتين مية، تاخد غلوة كده واطفي عليها. والجريلا دي انا لسه جايباها وقلت اجربها معاكم كده في الفيديو. احط فيها نقطتين زيت وابدأ اشوي فيها الخضار بتاع المسقعة، بتنجان فلفل وبطاطس، وهتشوفوا معانا. وادي الصلصة جاهزت، وخضار اللي هو الفلفل والبتنجان والبطاطس جاهزوا معانا، وهيبقوا بالشكل ده. بص بالشكل ده، ولا شارب زيت، وحاجة جميلة جدا. والصلصة بتاعتنا هبدأ ارصهم في الصينية بالشكل ده، وانزل عليهم بالصلصة. تبقى بالشكل ده، وادخلها الفرن سخن. وطلعت معانا اهي من الفرن. جربوها ويا رب تعجب.